السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان، وكل سنة وأنتم طيبين. رمضان خلاص بيودع، ربنا يعيد عليكم الأيام الطيبة المباركة عليكم وعلى أسركم يا رب العالمين بكل خير. إذا كان رمضان بيخلص، قضية رمضان صبحي ما بتخلصش، وكانت من الحواديت اللي أثارت الرأي العام وأثارت الجماهير في رمضان، خاصة بعد ما شريف إكرامي طلع يتكلم وبقى في جدل. وأنا دايما فيما يتعلق بعرض المعلومة بحاول بقدر المستطاع أتحرى الدقة الشديدة، لأنه ببقى عارف إنه الكلمة ليها تأثير وبتساهم في رأي عام، ممكن تأثر في مسار حد ظلما، أو إن أنت تدي حد حاجة مش من حقه، أو تسلب حد حاجة مش من حقه أو حقه. وبالتالي الأمانة تقتضي إنك تعرض الرأي المعلوماتي بدقة شوية، وبناء عليه الناس تقدر تقول في الآخر موضوع رمضان صبحي مش ازاي وانتهى على كده ايه وممكن يحصل فيه ايه. لان القضية يا كابتن شريف مش قضية ابدا لا كبرياء رئيس النادي ولا قيم ومبادئ النادي. المسائل تتعلق بالتفاصيل اللي انا هقولها لكم. محدش يقدر ابدا يغفل انه رمضان لاعب موهوب من بدايته خالص. هو يعني عنده 8 سنين راح النادي الاهلي، ومواليد يناير 97. راح وهو عنده 8 سنين، اكتشفوا في مركز شباب ارض اللواء في منطقه بولاق الدكرور، احد الاحياء الشعبيه المحترمه في مصر. اكتشفوا مدربه وقتها اسمه محمود نصر، الراجل لغايه دلوقتي على فكره شغال في كل حته ان ده مكتشف رمضان صبحي، ودي اهميه اللاعب طبعا. راح النادي الاهلي. لو تفتكروا من بدايته ونبوغه الكابتن الخطيب كان اول حد شاور على رمضان. ولو تفتكروا من كام سنه الخطيب كان بيعمل برنامج اسمه بيبو 10، وفي حلقه استضاف جوه الاستديو خالد بيبو وهذا الناشئ الصغير اللي كان 8 9 سنين. وكان ده رمضان صبحي اللي هو بمهاراته بالتحكم في الكوره وبكل الفقرات المهاريه اللي كانوا بتتعمل داخل الاستديو، كانت واضح جدا انه رمضان عنصر فعلا بيبشر انه حاجه كبيره جايه في الكره المصريه. يمكن من وقتها نور شويه جوه دماغ الكابتن الخطيب. استمر رمضان في علاقته مع النادي الاهلي واصر ونجح لما لعب بدري قوي للفريق الاول 16 سنه و17 سنه، وبدا يطمح في الاحتراف الخارجي. مجلس المهندس محمود طاهر في رئاسته للنادي بالضبط في يوليو 2016 وافق على بيع رمضان صبحي لستوك سيتي الانجليزي. وقتها كان النادي الاهلي خد 5 مليون استرليني على اقساطه، ودخلت في بعض القضايا والمشاكل والحجوزات، لكن ده كان رقم الصفقه. قعد رمضان مع ستوك سيتي ما كملش كتير، سنتين تقريبا، وقبل منهم باعوا الهيدرسفيلد الانجليزي ب 5.7 مليون استرليني. فواضح انه هيدرسفيلد دخل في رقم كبير بالنسبه له. ما مشيتش المسألة لرمضان مع هيدرسفيلد كويس، وهنا بدأ مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب عايز يعمل فرقة كويسة، وعايز يجيب فرقة يبني فرقة كويسة. في يناير بالظبط، يناير 2019 الأهلي تقدم بطلب لهيدرسفيلد يستعير رمضان صبحي لمدة 6 شهور نص موسم بكام؟ ب 800 ألف استرليني، وده كان رقم برضو كبير على نص موسم. رمضان جه للنادي الأهلي في نص موسم، عمل فترة كويسة نجح فيها بشكل كويس. رينيه فايلر بعد كده كان له بصمة كبيرة على رمضان صبحي وطور في أدائه بشكل واضح جدا. في النص موسم ده رمضان لعب مع النادي الأهلي 26 مباراة محلية وقارية، وسجل هدفين وصنع 5 أهداف. فاز الأهلي فيها بالدوري، لكن جات الهزيمة الثقيلة من صن داونز ب5 أهداف في دور الثمانية علشان تعمل صدمة كبيرة للأهلوية. ويبدأ الكابتن الخطيب جاد جدا في بناء فريق يليق بالنادي الأهلي. هنا كان المسؤولين اللي بيعاونوا الكابتن الخطيب في إدارة الكرة
في اللجنة الفنية فيها الكابتن حسام غالي والكابتن محمد فضل والكابتن رضا شحاتة ومجموعة كده. كان الكابتن الخطيب مديهم ملفات فنية يتحركوا فيها. قدموا للكابتن الخطيب مشروع للفريق بدايته رمضان صبحي، انك تجيب رمضان صبحي. الاهلي تفاوض علشان يشتري رمضان صبحي. هدرسفيلد تمسك بانه هو يعيره فقط، فاعاره لمدة سنة. سافر المهندس خالد مرتجي والنادر شوقي الوكيل لرمضان صبحي، سافروا لندن للتفاوض مع النادي الانجليزي على استعارة رمضان لمدة موسم. بالضبط سافروا يمكن في يوليو 2019 تمت الموافقة على الاستعارة. الاهلي دفع كام؟ دفع فلوس كتيرة قوي لرمضان على فكرة. انت بتتكلم نص موسم ب 800 ألف استرليني في الأول، لا الفترة دي كمان لمدة موسم $1,600,000 استرليني، $1,000,000 و600 ألف استرليني، مليون جنيه استرليني و600، بالإضافة إلى 300 ألف استرليني في حال فوز الأهلي بالبطولة أفريقيا أو الدوري. يعني 150 ألف استرليني لهدرسفيلد لو الأهلي فاز بالدوري، و150 ألف استرليني لو الأهلي فاز بأفريقيا. يعني الصفقة كلها لمدة موسم 1,900,000 استرليني. متخيلين الرقم لموسم واحد؟ الحقيقة رمضان اللي كان نجح بشكل واضح في النص الموسم الأولاني، في الموسم اللي مدفوع فيه 1,900,000 استرليني كان سيء الحظ جدا، لأنه هم 8 ماتشات وأصيب في العضلة الخلفية إصابة مؤثرة شوية قعدته 3 شهور. آخر ماتش يمكن كان حرس الحدود أو حاجة في الأسبوع الثامن للدوري، يعني بنتكلم بدري قوي. ولما بدأ بعد ال3 شهور يبدأ يرجع، حصلت جائحة كورونا، وقف النشاط، الدنيا اتدربكت، مفيش بطولات، وحصلت الأزمة. والفيفا ادى أحقية للعيبة المعارة والمنتقلة ان العقود تمدد لغاية نهاية العقد اللي بينتهي يتمدد لنهايته نظرا لجائحة كورونا، والاهلي حتى ما استخدمش الرخصة دي بشكل كافي. هنا المشروع اللي عند الكابتن الخطيب قايم على ازاي تقدر تبني فريق، والمشروع اللي بيناقش عمود الخيمة اللي فيه رمضان صبحي. وبدأ المشروع يتكلم على انه يبقى رمضان كابتن الاهلي ونعمل تجربة جديدة، وده راجل عنده سمات شخصية النادي الاهلي ونبني عليه فرقة كويسة. ومن الاول الكابتن الخطيب موهبة رمضان منورة في دماغه شوية، فما بخلش على رمضان بأي حاجة. انت في الاول دفعت 800 ألف استرليني، بعد كده دفعت 1,900,000 استرليني علشان تقدر تبني فرقة قوامها هذا اللاعب المهم. هنا بقول لكم على الخطوات اللي تمت. بدأت الفكرة ازاي نشتري رمضان صبحي. النادي الاهلي تواصل مع هدرسفيلد. النادي الانجليزي كان مقدر جدا ومحترم جدا الالتزام بتاع النادي الاهلي، انه حتى في جائحة كورونا وحتى مع اصابة اللاعب لفترة طويلة الاهلي كان ملتزم بسداد الاقساط المستحقة عليه للنادي الانجليزي وما تأخرش ابدا. فالناس كان عندهم انطباع محترم عن هذا النادي، وده سهل المفاوضات. لكن الاول نخلص مع رمضان. كابتن الخطيب ما بيعملهاش كتير، بس عملها علشان مؤمن بالتجربة وعشان بيخطط للمشروع وعشان عارف موهبة رمضان، والأهم منها قوام الفريق وبنائه. فاستقبل رمضان في البيت عنده، وبدأ الكلام على انه الاهلي محتاجك ورمضان كان مستجيب تماما، وقدم له كابتن الخطيب افضل عرض يتقدم للاعب، افضل عرض يتقدم للاعب. وافق رمضان، بس يا كابتن خلصوا مع هدرسفيلد. هنا رمضان واضح انه كان بيعتقد انه النادي الانجليزي هيغالي وان النادي الاهلي مش هيوافق، مش هيقدر يلبي طلبات النادي الانجليزي. وهنا اقف نقطة. بعد كل اللي حصل وبعد العرض الكبير اللي اتقدم لرمضان، في نجم من نجوم الاهلي القدامى السابقين القريب من دوائر صنع القرار في المنطقة ديت،
كلمني من يومين 3 واحنا بنتكلم على اللي حصل ورمضان، فحكى لي واقعة حاسمة وكاشفة وممكن معاها يكون موضوع رمضان خلص عند الأهلاوية على الأقل. لأنه الراجل بيقول لي، أو الكابتن ده بيقول لي، يوم الأربع 12 أغسطس 2020. قلت له ده أنت ليه فاكر اليوم ده كده؟ قال لي لأنه ده كان يوم افتتاح استاد الأهلي والسلام اللي احتفل به النادي الأهلي. كان يوم 12 أغسطس 2020. قال لي جات لي مكالمة وأنا هقول لكم من مين، من عمرو بسيوني مسؤول التعاقدات في نادي بيراميدز، بيسأله كاستشارة لو هنجيب لاعب و قال له بعد ما الكلام رايح جاي في الاستشارة الفنية والقانونية، بدأ الكلام على انه طيب احنا هنعمل ايه؟ يعني الناحية القانونية ايه اللي ممكن يحصل فيها؟ فقال له ده اللاعب مين؟ قال له رمضان صبحي. قال له ايه؟ قال له رمضان صبحي. قال له رمضان صبحي مخلص في النادي الاهلي. قال له يا عم مخلص مين؟ احنا خلصنا معاه وحولنا له الفلوس من 4-5 ايام. الراجل اللاعب الاهلاوي ده بيقول لي والله العظيم انا قعدت على الارض، لدرجه انه زوجته كانت بعيده عنه شويه، جات له جري، حست ان هو جات له ازمه ولا حاجه. بيقول لي الصدمه قعدتنا على ركبي. رمضان صبحي ازاي؟ وخلصتوا معاه ومضيتوه وحولت له الفلوس؟ قال له اه. فبيقول لي انا ليه اندهشت وليه استغربت؟ لانه قبلها بيوم انا شايف الصور بتاعت لعيبه النادي الاهلي في المدخل بتاع استاد السلام والمدرجات كلها فيها رمضان صبحي، والاهلي محتفي بيه جدا وبيقدمه على واحد من نجوم الموسم الجديد للاهلي. فبقت العمليه ده خلصانه. ازاي اصلا انتم مخلصين معاه ومحولين له الفلوس ومضيتوه، والاهلي بيحطط له صور وبيحتفل بيه وهيفتتح الاستاد بيه النهارده؟ بيقول لي انا الصدمه قعدتني. فبيقول انا رحت مكلم الكابتن امير توفيق، يا امير الحق، عملتوا ايه مع رمضان صبحي؟ قال له لا انا دلوقتي جالي الاوكي من هيدرسفيلد. قال له هيدرسفيلد ايه؟ رمضان مخلص مع بيراميدز. قال له رمضان خلص مع بيراميدز وتحولت له الفلوس كمان وماضي، واحنا الاستاد هيفتتح النهارده وصور رمضان في وسط اللعيبه قد كده. فامير بقى في حسبس ازاي ده حصل. راح مكلم الكابتن الخطيب امير، والقصه التطور الاخير حصل ووصل للكابتن الخطيب. فالكابتن الخطيب قال امير هي ساعه، يا معانا يا مش معانا، يا يرد عليك معانا او مش معانا. امير بيقول لي بعد كده انه لما كلم رمضان طبعا قال له استنى، لا بيقول له مبروك يا رمضان جات لنا الاوكي من هيدرسفيلد. قال له اوكي ايه؟ استناني، لا انا عندي عروض تانية ببحثها وبفكر وارد عليك. تفكر وترد عليا ايه؟ ده انا بقول لك احنا مخلصين كل حاجه. فلما كلم الكابتن الخطيب قال له هي ساعه. ليه هي ساعه؟ لانه الامر كان واضح جدا انك انت قدمت كل حاجه للاعب وتحملت كتير جدا وغرمت كتير قوي علشان تبني هذا المشروع على هذا اللاعب، واستقبلت هذا اللاعب في بيتك وقدمت له افضل عرض ممكن يقدم للاعب، ووضحت له الطموح الحقيقي ماشي ازاي. وبعد كده انت ماشي في سكه وانا لا ادرى عنها اي شيء، وانت حولت فلوس او اتحولت لك فلوس ومضيت عقد وخلصت كل امورك وانا مش دريان. عشان كده كانت الربكه في اللحظات الاخيره ازاي تلحق للافتتاح وازاي تشيلوا الصوره وتخلوا الصوره. بقول لكم كانت ربكه تسبب فيها هذا التصرف اللي جرح كل الاهلاويه. عشان كده الفكره مش فكره يا كابتن شريف لا كبرياء رئيس النادي ولا قيم ومبادئ النادي. رمضان من صغره وهو في النادي وتربى في النادي وكان الاجر الحقيقه انت او رمضان او فين تمن العواطف؟ ما احنا بنتكلم على الاحتراف بشكل مجرد، لكن اعتقد في قدر من العاطفه عند الجمهور اللي بيغير على الاهلي وصوره الاهلي وقيمه الاهلي وحقيقه الاهلي.
اتمنى انه الامر يكون واضح تماما بالنسبه لرمضان صبحي، وكل سنه وانتم طيبين.